تفرج في هذا الفيديو قسما بالله تيضرك قلبك. السيد محال واش غادي نلقاو شي واحد مازال بحالو، تزاد في هولندا وكبر في هولندا وكيتكلم بالهولنديه وتعلم الكره في هولندا، والنهار جا الاختيار مع من لعب مع المغرب. والاغرب من هذا الشيء ان هذا اللاعب اللي لعب مع اكبر الفرق العالميه كيفكر يعتزل مباشره من بعد المونديال، والامنيه ديالو من بعد الاعتزال هو يحفظ القران ويولي امام مسجد. بعد كاس العالم قررت باش نبدا بحفظ القران الكريم ان شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر. والسؤال هنا شنو هو هذه القوه الخارقه اللي كتخلي لاعب كبر برا وربى برا وتعلم برا وفي النهايه كيختار على انه يلعب مع المغرب؟ انا بالنسبه لي هذه هي مغربيته، وماشي غير مزراوي وحده، اغلب النجوم ديالنا تزادوا خارج المغرب. حكيمي في اسبانيا، بونو في كندا، وبوعدي في فرنسا، والقائمه طويله. كان اي واحد فيهم يمكن يختار القميص ديال البلاد اللي كبر فيها وتربى فيها، ولكن اختاروا كلهم يحملوا القميص المغربي. هذا الامر كيخلينا نطرح واحد التساؤل مهم: علاش المغرب هو الدوله الوحيده اللي تقدر تجمع اولادها اللي موجودين في الغربه وكيلعبوا معها، بينما دول اخرى عندها مجموعه من اللاعبين اللي موجودين في دول المهجر ولكن ما كيختاروش يلعبوا معها وكيختاروا الفرق اللي او الدول اللي تربوا فيها وعاشوا فيها. خذوا مثال ياسر العياري، لاعب من اصول تونسيه تزاد في السويد واختار يمثل السويد، وحتى في اخر مباراه ديال تونس مع السويد سجل ضد بلاده 2 الاهداف. حنا ما كنهضروش غير على الكره، هنا كنهضروا على شي حاجه سميتها الانتماء اللي خلات هاد الابناء ديال المغرب اللي تزادوا في دول المهجر كيختاروا المغرب كبلد ديالهم وكيلعبوا له وكيفتخروا بالانتماء له. يمكن نختلفوا في السياسه، يمكن نختلفوا في الاراء، ولكن كتبقى حاجه ما كتشرح لا الجغرافيا، ما كتشرح حتى شي حاجه كتسمى تمغربيت. طبعا هذه هي تمغربيت اللي تكلمنا عليها في الكره واللي نحن محتاجينها في كل شيء، محتاجينها اليوم في السياسه. تمغربيت هي الاحساس بالانتماء لوطن، ملي كنقول الاحساس بالانتماء لوطن، هاد اللاعبين كلهم تزادوا في دول اوروبيه ولا دول امريكيه، يعني فيها مجموعه من الامور ومجموعه من الامكانيات اللي ما موجوداش في المغرب، وكان بامكانهم يستافدوا ويلعبوا لهذه الدول، ولكن اختاروا الرايه المغربيه يرفعها عاليا واختاروا القميص المغربي يلعبوا به. هذه تمغربيت، هذه احساس جميل جدا. هذا الاحساس هذا هو اللي خاص نحن اللي عايشين في المغرب هنايا وما عمرنا خرجنا المغرب، هذا الاحساس خاص يكون عندنا كاملين كمسؤولين. هذا الرايه اليوم وهذا القميص اللي كنلبسوه خاصنا نلبسوه دائما، نلبسوه في السياسه، نلبسوه في المسؤوليه، نلبسوه في الوظائف ديالنا، ونلبسوه في التفكير ديالنا في البلد ديالنا. تمغربيت لا تعني على ان الوطنيه هي فقط واحد الاغنيه موسميه كنتغناو بها في الاعياد الوطنيه. تمغربيت وهذا القميص وهذا العلم خاص يكون هنا في القلب ماشي في الجيب، هذا هو اللي كينقصنا في الحقيقه.